كابتن انا عندي مشكله، انا ما بخسش. دي من اكتر الجمل اللي المدربين بيسمعوها، وانا هنا هشرح لك الموضوع ماشي ازاي بخمس احتمالات. وده لان طبيعه شغلي انا شغال HSE، فانا عندنا مشكله شويه مع اللايكليهود او الاحتماليات او البروبابيلتي. فخلينا افهمك ايه الاحتماليات دي. منهم اربعه ضدك وواحد ضد الكوتش. خلينا نمسكهم بالترتيب كده. الاحتماليه الاولى ان حضرتك مش بتسمع الكلام وبتقول انا ماشي على الدايت مظبوط يا كوتش، مش بخرف في حاجه. انت لو فعلا بتعمل كده ما تخرفش في حاجه، والكوتش حاسب حسبته مظبوطه وعارفين انتوا هتنزلوا قد ايه في اخر الاسبوع ان شاء الله. فالف مبروك، انت تستحق جايزه لان انت كسرت كل قوانين الطبيعه. تخيل انا جيت قلت لك 1+1 والله بيساوي 3، هتصدقني؟ بلاش. تخيل ان انا جيت قلت لك انا سافرت من اسكندريه للغردقه بالعربيه وما مونتش، هتصدقني؟ الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. الاكل اللي حضرتك بتاكله ده كالوريز، طاقه جسمك محتاجها علشان يدوب. فالاحتماليه الاولى ان حضرتك مش ماشي على الدايت مظبوط. طيب الاحتماليه الثانيه ان حضرتك فعلا ماشي على الدايت مظبوط، بس في حاجات بتقع منك ما بتاخدش بالك منها. مثلا المفروض الكوتش يعمل لك عجز 300 سعر حراري في اليوم او 500 سعر على حسب ما انتم متفقين وعارفين وحاسبين الحسبه مظبوط، وعارفين انتوا اخر الاسبوع معجزين 3500 كالوري مثلا مع النشاط بتاعك والحاجه بتاعتك. بس حضرتك وانت بتطبخ الرز مثلا قمت حاطط معلقه كبيره زيت زيتون، وانت في الشارع كده رحت خابط لك واحد ايس لاتيه. انا عايزك تعرف الفرق ما بين حرق الدهون وفقدان الدهون. فقدان الدهون بياخد فتره على بال ما الموضوع يتم. يبقى الاحتماليه الثانيه ان حضرتك في حاجات بتقع منك ما بتاخدش بالك منها مع انك ماشي على الدايت مظبوط. الاحتماليه الثالثه ان حضرتك بدات تشغل دماغك وقلت انا عايز انزل بسرعه فهقلل عن الاكل اللي الكابتن كاتبه لي علشان انزل بسرعه. فاللي بدا يحصل معاك ان جسمك بدا يدخل في حاله السرفايفل مود او الستارفيشن مود، فحضرتك نشاطك بدا يقل. بدل ما المفروض كنت تمشي كل يوم 8000 خطوه لقيت نفسك تعبان، بقيت بتمشي 4000 2000، ممكن ما تمشيش، تتمرن في الجيم باوزان اضعف بقوه اضعف، طول اليوم مجهد. فبقت الشده او الجهد المبذول بتاعك مش متكافئ مع الدايت اللي انت عامله، بل ممكن يكون في 100 سعر ولا 200 سعر ازيد من اللي انت كنت محتاجه عشان تخس. مفيش غيرهم، استحاله. ولو في اي كلام تاني عند اي مدرب يقوله يمكن انا واقع مني حاجه، يعني انا بحاول افهمك الفكره. طيب الاحتماليه الرابعه بقى اللي تبع الكابتن، ان الكابتن حسب الشده بتاعته مش مظبوطه، اقل. بمعنى مثلا هو حسب لك الفيزيكال اكتيفيتي بتاعتك مثلا 5 ايام تمرين فضربها لك مثلا في 1.65، وهو انت اصلا بتتمرن تمرين يعني الله يكون في عونك، بتخش على مهلك قوي وما بتنزلش دايما وبتكسل وعادي وبتمشي الدنيا وتمرينه زي مش تمرينه والدنيا ماشيه، وهي كانت تتضرب في 1.3 وانت ما بتعملش نشاط وما بتعملش اي حاجه. فبقى دلوقتي العجز اللي احنا المفروض بنعمله وحاسبينه هيطلع متكافئ كانك بتاخد سعرات ثباتك. او الاحتماليه الخامسه وهو ان الكابتن يحسب لك شده عاليه جدا فحضرتك تتمرن جامد جدا والاكل ما يكفيش او الطاقه بتاعتك ما تكفيش معاك، فتبدا تهنج، تتمرن النهارده جامد بكره ما تتمرنش، ممكن ما تعملش الخطوات بتاعتك، ممكن ما تلعبش الكارديو، ممكن تجوع في نص اليوم وتقوم خابط لك واحده تمرايه. ايا كان تعمل عجز 300 كالوري بس ولا 500